Cooper, they didn't bring us here to change the past. Say that again. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here, no. 7, 6, 11, 5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين والمشاهدين في كل مكان. مستمعين عشان خاطر هنبقى على كل المنصات بإذن الله، سبوتيفاي، أبل بودكاست، وربنا لو جه قدامي أرفع البودكاست بتاعنا. ماشي، عندك أي منصة بإذن الله يعني موجود عليها البودكاست، هنرفع البودكاست بتاعنا وهنعمل شوية تصميمات جديدة يعني ونراجع فجعة ولا يا زيزو؟ راجع فجأة. ماشي يا اسطى. النهارده الحلقة عن انترستيلر سيزون 1 ايبيسود 7. تمام يا زيزو؟ تمام يا قلبي. هنتكلم النهارده عن انترستيلر. تمام. ايه رايك في انترستيلر يا زيزو؟ نرجع تاني. عندك زيزو انترستيلر، حلقة انترستيلر يا جماعة اللي بنسجل فيها بقالنا كتير قوي، الدنيا جاية علينا والجامعة جاية علينا وفاهم الدنيا قشطة يعني، ودي تاني مرة نسجلها، فالدنيا هي مش أحسن حاجة يعني. تمام. فالنهاردة انترستيلر يا جدعان، عبقري كريستوفر نولان، عبقري طبعا. العشق الأول والأخير. ما اقدرش اقول حاجه. لا مش العشق الاول والاخير، دي اختلف معاك. دي ماشي، العشق الأول هو المفروض ليك اصلا يعني، بس لا مش ليا. بص انا اعشقه في حته الفوتج او كالتصوير، هو مش طبيعي. اوكي، عنده حب للكاميرات غير طبيعي، انا ما اعرفش، ربنا يكرمه. وخلاص اوديسي على الابواب اهو، فهنشوف بقى اوديسي، هنشوف ايه العظمه الجديده من عنده السنه دي. طبعا هندخل اي ماكس، ده غصب عني وعنك وعن نولان نفسه وعن كل السامعين يعني. وعن كل المستمعين. ماشي، قشطه يعني. نرجع تاني للانترستيلر. ايه هي قصه انترستيلر اصلا يا زيزو؟ انترستيلر هو فيلم بيتكلم عن ان الارض خلاص بتشطب، وصلت لمراحلها الاخيره من التلوث والانهيار. فوكاله الفضاء الدوليه، مش عارف اسمها ايه، بتكلف طيار سابق بمهمه ارساله الى الفضاء لحفظ عينات. انا بكره فشخ. مش مشكله يا ما. واي ام دي برضه عندي بالنسبه لي مش يعني ده حرفيا مزبله مش محبين السينما. لا انت ما تلحقش بقى، الله يبارك لك. انا ليتل بوكس بالنسبه لي رقم واحد. انا اسف يعني اي ام دي بي، بص مجتمع اي ام دي بالنسبه لي هو مجتمع هواة السينما. انا اسف يا شباب، بس دي حاجه اعتراف كده لاي حد بيحب اي ام دي، فانت هاوي. بص هو واخد على اي ام دي بي 8.7 وماستر سكور واخد ميتا سكور، قصدي واخد 74 من 46 ناقد. طبعا للمخرج كريستوفر نولان، وكتبوا مع اخوه، كتبوا الفيلم ده هو واخوه كتبوه مع بعض. طبعا مش هتقول الفيلم ده واخد هايب كبير قوي، حتى على ام دي بي باين ان الهايب كبير قوي على الفيلم ده تحديدا، حتى باين في التقييمات ان اكتر حاجه الفيلم ده واخدها هي 10 من 10 من 2.5 مليون ريفيو يعني. والممثلين هم ماثيو ماكوني في دور كوبر، وانا هاثاواي في دور براند طبعا، وجيسيكا كاستين في دور ميرف، اعتقد دور الناس الرئيسيين طبعا. وابنه تيموثي شالامي ده اللي هو توم ابنه، اللي هو عيل اللي ظهر في المشهدين ده ما طلعش تاني يعني، ده ابنه. ده ابن كريستوفر؟ لا ابن كوبر. اوكي ماشي. اعتقد ده الكاست المهم اللي الناس محتاجه تعرفه. او اكيد شفت الفيلم قبل كده طبعا يعني. الفيلم الفيلم غير محتاج للدعايه يعني، كل الناس شافته. هو كده يعني احنا بنتكلم يا اسطى على 10 من نار على العالم يعني، حاجه مش محتاجه ناس كلاسيكيات يعني. حاجه شبه الكلاسيكيات.
انترستيلر تقييمك ليه انت كزياد ايه بعيدا عن تقييم الناس لا ام دي بي او ريتن توميتو ايا كان بقى لتر بوكس والكلام ده كله؟ ماشي. ادي قائم الفيلم كام من 10 واداء القصه والاخراج الموسيقى التصويريه الكادرات الدنيا دي كلها معاك ايه نظام؟ بص يا ابوي، الفيلم بالنسبه لي هو واخد هايب اعلى من الهايب اللي هو يستحقه. هو واخد على قلنا على اي ام دي بي واخد 8.7 من 10 وده رقم كبير بالمناسبه، كبير قوي كمان. على 2.5 مليون ريفيو، فده رقم كبير اوفر يعني. انا برضو بس انا ستيل فاهم هو رقم كبير. انا ستيل فاهم ليه الناس حباه قوي كده، منطقي، لان الفيلم مبهر بصريا. بس طبعا بعد ما ايه خلاص المقدمه الاول، محتاج بس عامر برضو يقول ايه رايه في الفيلم. انا رايي في الفيلم يعني هو بالنسبه لي بره عن التقييم يعني. انت قرر وانت بتتكلم كده انت قلت مثلا حسيتك متحامل عليه شويه، سيكه صغيره ماشي، مش سيكه يعني حبه يعني. فاللي هو عشان انت شفت قبل هيل ميري حاجه وبعدين بس ماشي يعني بره. لا والله لا والله لا هيل ميري مش احسن من انترستيلر على فكره، مش احسن من انترستيلر غير كده انتوا صغيره قوي، لكن انا لازم ادي كل حاجه حقها يعني. اوكي ماشي. انا كنت متاكد يعني ان انت قبل ما تشوف البتاع ده كنت هتقول حاجه ثانيه يعني، بس قشطه ماشي. نرجع للفيلم. انا تقييمي كعمرو 8.7 من 10 على اي ام دي بي. انا ليا تقييمه مثلا كيلو 9. طب ما الواحد راح يبقى الواحد راح فين؟ 9.1. ال 900 راحوا فين؟ انا الكلام ده بقى على مدار البودكاست كله هقول لك. خلاص طيب يعني بس برضه انت عندك اسباب ان ياخد 9 مش 10 يعني. ما تحسش ان انا الوحيد اللي برضه اللي هو ايه اللي انا اللي شايل الفيلم لوحدي، او ان انا اللي بتحمل على الفيلم لوحدي. اكيد كلنا عندنا حاجات شخصيه اللي هو لو كان هو 9 كتير فشخ يعني. 9 كتير، بس انت قلت ان الفيلم فوق التقييم فالمفروض ياخد 10. هو كده فوق التقييم، بس انا بتكلم انا قصدي 9 المفروض يبقى 9. بنحب الفيلم. انت ليه بتحب فيلم انترستيلر؟ ماشي يا سيدي، انا ليه بحب انترستيلر؟ بص، انترستيلر صعب ما تلاقي حد ما بيحبوش، صعب جدا تلاقي حد ما بيحبش الفيلم ده، لان الفيلم بطبيعه الحال فيلم مبهر زي ما قلت من شويه، فيلم مبهر على كل النواحي. مش مستني حد شايف حد ان هو ينتقد او يقول يدي الكريدت للفيلم، لا الفيلم مبهر، الفيلم فعلا يتحب. فيلم ما بقولش ان هو واخد هايب اكبر من كده، بس هو الفيلم هو فعلا حلو وعادي حد يديله 10. انا اتفهم جدا حد يديله 10 يديله 9، انا متفاهم ده كويس قوي، لان هو فعلا فيلم جميل جدا على كل النواحي. موسيقيا تحديدا دي اكتر حاجه الفيلم ده متميز فيها، الموسيقى حرفيا. انا اعرف ناس بتحب مزيكا الفيلم او تحب الفيلم المزيكا اكتر من الفيلم نفسه، او بتعلق المزيكا اكتر من الفيلم نفسه. انا من نوع الناس دي اللي هو مثلا ممكن اكون بحب فيلم قوي لدرجه ان اخد الموسيقى التصويريه بتاعته مثلا بسمعها في بالظبط، فاهم، وقت ما ببقى عايز اهدي اعصابي خالص بقى، فاهم. فالموسيقى الفيلم مواصلات في الدنيا دي بالظبط. فموسيقى الفيلم هي حرفيا هو الشيء الفريد المتميز فعلا في الفيلم ده، فريد من نوعه بشكل غير طبيعي، حاجه يونيك بطريقه مش طبيعيه. طبعا شاطر لانز زيمر، شاطر لاي حد اشتغل على المزيكا طبعا يعني اداء جبار. ليه بنحب الفيلم ده؟ بنحب الفيلم ده بسبب الاداء البصري من كل النواحي، سواء الاداء البصري او التقنيه البصريه اللي استخدمها نولان كحقيقه كريل كتصوير بجد، سواء مواقع او حتى في اللي هي مشاهده الجرافيكس ولا سي جي اي يعني، على المستويين، سواء على مستوى الجرافيكس او على مستوى الريل اللي هو الصور بجد على ارض الواقع. الاثنين تحفه. الناتج البصري اللي طلع لنا كمتفرجين من الفيلم بصريا لا ناتج جبار، ناتج فعلا يخلي اي حد يتفرج في السينما او حتى في البيت، هو بيتفرج في البيت لا هو هيعشق الفيلم حتى بصريا، بس هيفتكر مثلا مشهد الثقب الاسود لما داخلين الثقب الاسود او الثقب الدودي، هيفتكر السين اللي كان بتاع الكوكب الماء اللي هم راحوا فيه ده، كوكب الماء اللي هم نزلوا على الارض اللي هي الميه دي وامواج داخله عليهم. هيفتكر حتى مشهد ارض الذره العربيه رايحه داخله ارض الذره عشان تروح الطياره. انا المشهد ده بحبه فشخ، لما كان كوبر بيسال العربيه وراح الطياره لما وقعت شاف الطياره بتوعه وراح لها بالعربيه ودخل كده البيت بتاع الذره.
ده مشهد اسطوري بصريا، انا بحب المشهد ده جدا. طبعا كل مشاهد ده عشان انا عشت في قلبه. فاهم. عامة لما بسمع فيلم بعمل لي تجربة اللي هو فاهم، انا معاك، انا في قلب فاهم. الفيلم، فاهم. موجود معاكم. انا اصلا طلعت معاكم الفضاء، انا رحت الكواكب دي معاك، انا فاهم. شفت معاهم القصة والملحمة والكلام ده كله، والمتعة بقى البصرية والموسيقى التصويرية زي ما قلنا. فاهم، كادرات بقى سينمائية. عندك بقى الكادرات بقى انساتات بالله عليك يا زيزو. حاضر. عندك كادرات السبيس، كادرات الثقب السوداء، الثقب الدودي وهم ماشيين بالظبط. هو لما دخل هو جوه الثقب الدودي بالسبيس شيب. تمام. عندك ايه التاني؟ عندك الكواكب، الديكورات كلها عامة. ف لا 2014 تنبأ بالحاجات دي. انت اصلا انت طبيعي عامة. ماشي انا معاك، بس ما ياخدش كريدت على دي لوحده، لان لو كان عامل الزمن فهو في قبل ناس عملوا حاجات برضه خارقه يعني. هو يا اسطى يعني نوع حوار ان هو يتنبأ. احنا قلنا الموضوع ده قبل كده، ان هو تنبأ باشكال الثقوب السوداء في الوقت ده، وهم كانش لسه جابوا الصور بتاعتها. فانت ماشي فاهم؟ بس ما تنساش ان هو استعان بطاقم علمي معاه في الفيلم عشان يكتب له الفيلم ويساعده في الرؤيه الفنيه. ايوه عشان بس ما عشان بس ما نظلمش الناس اللي شغالين معاه. هو مش توقع كده مثلا مش ساحر، هو توقع الحاجه فهو طلعت صح بسبب ان هو استجابه بدماغه. فاهمني؟ ده كده هو بس حاول يوصل رؤيه العلماء في الصوره كانها صوره يعني. تمام. عندك بقى ايه تاني في الفيلم؟ انت مثلا مش فاكره مثلا. هنتكلم برضو في السلبيات دي، بس في الحاجات اللي هي في النص اللي هي بتاعت القصه، وازاي كان مهتم ببنته اكتر ورمى بدوشه كان اداله بالرجل رجله هتمشي طول القصه. قشطه يعني. عندك الحاجات الايكونيك، الميمز طبعا احنا بنحبها. دول لازم فاهم. ايوه فاهم. دول let me leave Murph صح؟ بالظبط. للاسف انا على فكره كل ما الليفر يخسر بنزلها دول let me leave Murph. بفضل بقى صورة يورجن كلوب السيد البدوي بتاعي افضل بقى امسح فيه. فاللي هو عندك اداء الكاست ده، فانت ليه اصلا مش هتحبوش؟ مش بكلمك من اولها لاخرها. فدي حاجه شابوه الصراحه. فعندك الانسرتات دي كلها. عندك الطاقم ذات نفسه بتاع العمل، انت حابب الشخصيات كلها عامة، مش كلها قوي يعني بس فاهم. الايكونيك اللي على صاحبة اسمه ايه ده، ماثيو ماكوني. حلو. صاحبته اللي كانت معاه في الرحله. الراجل اللي قعد 10 ولا قعد قد ايه يا زياد؟ قعد شفت بقى قعد كتير قوي. قعد سنين كتير قوي حد معاك شخصيات كلها معاك فاهم. شخصيات انت بتحبها، مفيش حد مثلا مش اعلى من حد، بس فاهم يعني. انت كل حد بيبقى ليه برضه الترتيب بتاعه عنده. صح. حلو. عندك ايه تاني؟ علاقته ببنته بقى. علاقته ببنته اصلا دي حاجه يونيك في الفيلم، ده الشيء اللي مد الفيلم يروح اصلا. انا لحد هنا انا كده تمام، عشان بس ما احسش ان انا بموت فاهم. تمام. انا بحبه عامه. تمام. بس تمام. فالسؤال الثالث بقى، قول يا باشا. هل يستاهل المكانه اللي هو فيها ولا هو اوفر ريتد؟ هل يستاهل المكان اللي هو فيها ولا هو اوفر ريتد؟ ماشي يا سيدي. هل هو فيلم حلو؟ ماشي. هل هو فيلم حلو؟ هل هو فيلم حلو؟ هل هو اعظم فيلم في سبيس حتى في التاريخ؟ لا. هل هو اعظم فيلم بالنسبه لي؟ لا.
هل هو المكان كل ده بالنسبه لي، هل هو يستاهل المكان اللي هو فيه؟ هل الفيلم اوفر ريتد بالنسبه لي؟ ليه بقى؟ انا ما عنديش مشكله مع التقييم نفسه، مثلا مش مشكله لو رقم 8 من 10 او 4 من 10 على لتر بوكس، لا كل ده تمام بالنسبه لي. انا مشكلتي كلها مع الناس اللي بقابلهم في الشارع، او الناس اللي بقابلهم في مثلا في ايا كان الشغل، ايا كان في اي حته، ويقعد يديني مقالات وابيات شعر على الفيلم. ماشي، انا متفاهم جدا ان توصل لمرحله ان الفيلم ده يتحول لايقونه سينمائيه غير قابله للنقد، غير قابله للتحليل، غير قابله حتى ان انا احاول اقرب منها. لا، الفيلم فيه مشاكل، فالفيلم مش كامل. هو انت عندك حق في الحته دي، اللي هو فاهم، انت مش اله، انت مش اه الالهه انا يعني. انا بجد انا ساعات بقابل ناس بحس ان هو الفيلم ده بالنسبه لهم لو في اله فيلم هيعبدوه عادي، لو ده الفيلم ده كان اله هم ممكن يعبدوه عادي من كتر كلامهم على قد ايه هو الفيلم فعلا. يعني انا مش بنقص من الفيلم هنا، انا مش بنقص من الفيلم نفسه، انا بتكلم على الهايب اللي الناس مديه للفيلم. تمام، بس انا لازم الناس تفرق ما بين الهايب اللي الناس مديه للفيلم وما بين الفيلم نفسه. تمام، فده اللي بالنسبه لي عامل ازمه، ان انا شايف ان الناس مديه الفيلم مكانه اسطوريه الفيلم يستاهلها، لا ما يستاهلهاش، بسبب مشكلات عندي ناحيه الفيلم هقولها قدام اكيد طبعا. بس وبرضه حاسس ان هي منطقيه الناس تشوفها، يعني حاسس منطقيه الناس تقعد تبص كده وتقول ماشي الفيلم اسطوري او الفيلم فعلا جبار، بس في مشاكل عادي زي اي فيلم في الدنيا، اي فيلم في الدنيا فيه مشاكل برضه، مفيش فيلم كامل يعني بالظبط. ف... فبس ماشي. مش هتسالني طيب؟ ما انا المساله كان مستنيك ترد اصلا. ماشي، تسالني انا بخلص. ماشي، اوكي مش مشكله. هل انت شايف الفيلم واخد اكبر من حجمه، او واخد هيبقى اكبر من حجمه كده؟ آه بصراحه قول. هو بالنسبه لي مش اوفر ريتد قوي يعني، هو تمام. هو معاك تمام كتقييمه وكمعامله ناس ليه وكده يعني. كمعامله الناس ليه وككل حاجه عامه، هو مش اوفر ريتد، لا تمام مش اوفر ريتد. تمام. هو مش اوفر ريتد، وفي نفس الوقت ما يبقاش اللي هو خلاص ما فيش غيره. ما اصل انا هقول برضه في برضه ناس غبيه، يعني مثلا في ناس عندي دلوقتي على دي مديله واحد، مش للدرجات يعني. هو لا هو أيوة. بيرفكت ولا هو واحد يعني، مش بس حاسس ان بدي ناس بتبقى ماشيه عكس الطريق وخلاص. هو الفيلم حلو بس لازم اديله ايوه. واحد عشان ابان مختلف، لا هو لا الفيلم هو واحد ولا الفيلم ما محتاجش زيه. هو الفيلم جميل، فيلم تحفه، بس مش الدرجه دي ولا الدرجه دي، بس كده. بس فانا بالنسبه لي هو مش اوفر ريتد، بس هو فاهم. هو جميل، فيلم جميل عائلي تسمعه. مش لازم برضو على فكرة ان هو انت تبقى فاهم فيزياء وفاهم كيمياء وفاهم الزمن والمش عارف ايه. انت لو قعدت عادي ومشغله بصريا كده وسامع موسيقى، سامع الديالوج والحوار والدنيا دي كلها، هتستمتع عادي. لا ما دي بقى اللي انا مش دي لازم بقى اللي انا حبيتها. مختلف معاك فيه. انت تبقى مستمتع بس فاهم، اشك انك تبقى فاهم. دي مشكلتي مع كريستوفر عادي نولان عامه، دي بقى مشكلتي مع ايوه. كريستوفر نولان بشكل عام كمخرج. بس قدام بقى هنقولها بقى ان هو قدام. بيحشر العلم كتير. هنقولها بقى قدام ليه مشكلتي مع كريستوفر نولان بشكل عام بقى. يلا كمل. اوكي ماشي. السؤال الرابع، هل ده احسن فيلم لنولان اصلا؟ يعني بالنسبه هل لي فيلم انترستيلر احسن فيلم في الصناعه بتاعته كلها على مدار الافلام اللي عملها كلها؟ انا لا خالص. انا اقدر اعد لك في فيلمين او فيلم على الاقل احسن من انترستيلر بالنسبه لي بمراحل. يعني انا شايف ان فيلم انسبشن ده اسطوري. فيلم Inception انا بحب الفيلم ده اوكي. بشكل مش طبيعي. انسبشن ده انا بقى ليا انسبشن ده انا بحبه حب مش طبيعي. ودارك نايت برضه، دارك نايت بحبه جدا على فكره. دارك نايت اوكي. انا بحب الفيلم ده جدا. طبعا احنا لو شلنا اوكي. الجوكر من خلينا الفيلم، لو شلنا الجوكر من الفيلم هو مفيش فيلم. انا فاهم والله، انا فاهم جدا. ماشي. بس دارك نايت بالنسبه لي فيلم انا قادر افهمه، قادر يعني قادر افهم دوافع كل شخصيه، قادر افهم القصه نفسها، خط الحكايه قادر افهمه كل من اوله لاخره. استمتعت بيه بصريا، موسيقيا برضه مش طبعا انترستيلر احلى بكتير موسيقيا، بس بتكلم انا قادر استمتع بالفيلم كفيلم. انترستيلر ساعات كان بيخرب عليا التجربه دي بسبب حاجات بسيطه قوي كده في الفيلم بوظت عليا المتعه. بس
هل تاني نرجع تاني السؤال، هل ده احسن فيلم نولان بالنسبه لي؟ لا، في على الاقل في 2 3 احسن منه بالنسبه لي، من كريستوفر نولان بيوجرافي عامه. بس اوكي ماشي. مش تسالني قول يا زيزو. ماشي سيدي، بما انك سالتني السؤال فبسألك تاني، هل ده احسن فيلم بالنسبه لك لكريستوفر نولان؟ لا برضه، لان اعمال، انا قلتها برضه قبل كده، ان اعمال كريستوفر نولان ما بتترتبش. تمام. لان انت عندك يا زيزو، عندك ذا دارك نايت، عندك انسبشن، عندك ذا برستيج. تمام. انا بكلمك مثلا عن الحاجات اللي انا عارفها او شفت لها حاجات، فاهم قصدي؟ فاهم. اوبنهايمر، اكيد شفنا اوبنهايمر وفاهم التجربه الاكس والفهم بالظبط. الحاجات بتاعت كريستوفر نولان عامه ما بتترتبش، لان صعب، لان انت حاسس ان انت لو حطيت واحد فوق واحد فانت بتدي للتاني بالرجل. فاهم قصدي؟ اللي هو انت نزلت درجه، انت تمام. ايوه فاهم. ما ينفعش. فان هل ده احسن فيلم نولان؟ لا، مش هقدر ارتبهم بصراحه، يعني مش هو لا، ومش هقدر ارتب الافلام كمان بتاعت نولان، فدي صعبه عندي كمان، فاهم قصدي؟ فهمت. يعني حتى انت مثلا انت رتب لي بين اوبنهايمر وانترستيلر وذا برستيج مثلا او ذا دارك نايت، انت كذاب. اوبنهايمر، دارك نايت، دي بقى صعبه برستيج. ازاي؟ هي صعبه. بس هو ده اللي بتكلم فيه. هي مشكله على انهي مقياس، يعني مشكله دي افلام مختلفه عن بعضها في الفكره، وحتى في لا، انت في الجنرال على فصعب. انت بتتكلم على اساس كريستوفر نولان واعماله، فاهم؟ انت معايا في البوينت اللي انا بتكلم فيها، انت معايا في النقطه اللي انا قصدي عليها. بس انا قلت لك ان هو صعب اصلا ان الحاجات تترتب عند كريستوفر نولان، بس مش اكتر. يعني السكوت بتاعك ده اثبت لي الموضوع، يعني مش اكتر. لا هي فعلا صعبه، لا هي فعلا صعبه قوي يعني. قشطه. حابب تضيف اي حاجه تانية على الموضوع ده؟ حاليا لا الصراحه، انا حاسس فعلا ان زي ما انا قلت ان ده مش احسن فيلم زي كريستوفر نولان خالص. انترستيلر مش احسن فيلم شفته كريستوفر نولان، بس هو من الاحسن، بس هو مش احسن واحد. بس دي فكرتي يعني، ده وجهه نظري عن الموضوع. اوكي. ماشي. هو لو مش احسن واحد فليه؟ ليه؟ الماليه بقى دي قدام بقى، يعني ليه دي قدام في السؤال اللي جاي. هل مثلا انا شايفه، او ممكن اجيبها دلوقتي عادي، لو عايز نجيب دلوقتي ممكن نجيب دلوقتي. لا هو ملوش علاقه بالسؤال اللي قدام. ماشي سيدي. ليه ده مش احسن واحد؟ ولازم مش احسن واحد اصلا عندي في مجمل الافلام. انترستيلر عندي معاه كذا مشكله. هو زي ما قلت في الاول ده فيلم اسطوري، فيلم جبار، فيلم ممتع على كل النواحي، بس زي ما قلت ان لما تيجي عند الحته الاخراجيه او الفيجن بتاعت نولان عندي فيها مشكله صغننه قد كده، او كذا مشكله صغننه يعني. اول حاجه، انا ما بحبش الجعلصه في الافلام. يعني مش جعلصه، مش استعراض عضلات، انا مش جعلصه مثلا تصوير، مش جعلصه موسيقى، لا بتكلم جعلصه الفكره نفسها. بمعنى ايه؟ انا متفهم جدا ممكن في انواع كتير من السينما، في الارت هاوس، في السينما غير هوليووديه اصلا، في السينما بتعتمد اصلا على الفكره كمضمون، غير بقى العوامل الممتعه الثانيه، اصلا مش بيلتزموا بالحبكه اللي احنا نعرفها، بيلتزموا بيعملوا السينما معامله فن بجد، مش فن استهلاكي وكده يعني. فانا ده فاهمه وقادر افهم الفكره، لو صعبه هتبقى جايه منين. بس انا هنا بتتكلم في ساينس فيكشن، فانت انا اصلا مش حد فيزيائي يعني، انا مش دكتور. فانت لما تيجي تديني خصوصا في الساينس فيكشن، انا محتاج منك على قد ما تقدر تشرح لي او تبسط لي المعلومه بحيث كل اللي هيتفرج يفهم. بمعنى ايه؟ انا مثلا شفت فيلم انترستيلر، اول حاجه قلتها لي ان الارض بتمر بمرحله متاخره من مش عارف ايه، ولازم نشوف كوكب تاني، دي انا فاهمها. بس لما تطلع فوق وتبتدي بقى نشوف الثقوب السوداء والكواكب التانية وكواكب والثقب الدودي والميه انا دي دخلتني في كومه معلومات جباره،
انا محتاج كمشاهد غير المتعه ان انا احاول افهمها في سياق الفيلم عشان اقدر اكمل معاك الفيلم واجري معاك في الفيلم عشان اوصل في النهايه الحته اللي انت عايزها والحته اللي انت بتحاول توصلها لي. فهو شفناه في اوبنهايمر 3 ساعات من الرمي معلومات. انت بترمي لي كميه اسماء في اول ساعه، في اول نص من الفيلم. النص اول من الفيلم كان نص متعب على المستوى الذهني، انك نوران بيعبيك معلومات، اسماء شخصيات كتير قوي، معلومات كتير قوي في اوبنهايمر اقصد. كميه معلومات مش طبيعيه في ساعه ونص. طيب ومستني في النص الثاني ان انا احاول اسامحك وان انا ايه تمام ادوس معاك في الفيلم وخلاص افورجيف وكل حاجه تبقى تمام. ماشي انا هعمل كده نص الاوبنهايمر نص تاني من الفيلم بيراضيني، هيراضيني وهيرضي اللي انا كنت مستنيه ماشي. بس انت برضو انت ليه مصمم انك تتعامل لي معامله عالم احياء نوويه او قصدي عالم كيمياء ايا كان بقى اي عالم وخلاص. انت مثلا بتعاملني على ان شخص عقليته جباره. انا واحد بيحب السينما داخل اتفرج على فيلم عشان استفاد شيء، بضيع وقت يا عم. ليه بتعاملني المعامله دي؟ ليه مش كانولا مش بتنزل لمستوى اقل شويه من المستوى اللي انت فيه وتديني المعلومه اللي الناس كلها تفهمها وتستصيغها عادي؟ ده اول حاجه. تاني حاجه ايه انا دي في دماغي مين بس انا عارف الكلام ده على مكتب نولان. مكتب نولان هو بيشوفه دلوقتي. يا عم ماشي يا عم ابويا يا عم. على فكره والله بجد عفاد تمسك ناس كتير قوي في الفيلم عن نولان تحديدا وعن اوبنهايمر تحديدا. مثلا فيلم زي تينت، برضه فيلم زي تينت انا اسف يا نولان بس فيلم ايه ده يعني؟ ليه الفكره اصلا صعبه جدا. انا فاهم ما نشربش عن الفيلم، ما بحاول اشرح في وجهه نظري والله. بس فتاني برضو مشكله عندي في انترستيلر. ماشي يا سيدي انا همشي معاك انك بتديني منهج علمي سليم بحت صعب جدا على الناس اللي تفهمه اول مره او لازم تبحث عشان تفهمه من كذا مره. طيب انت ليه بقى وصلت عند مفترق طول الفيلم اخترت الحب؟ انا عارف ده قالها قبل كده، الطرح ده قالها قبل كده محمود اسماعيل، بس انا فاهم مقتنع بالطرح ده من زمان. بمعنى ايه؟ انت يا اسطى لما جيت تختار بين الكوكبين او بين المكان اللي تروحهم بعد كده وانت معكش غير بنزين او معكش غير مسار رحله واحد بس تقدر تروح بين الكوكبين دول، فانت لازم تختار. تمام؟ انت ليه في المرحله دي اخترت اللي قلبك يحبه؟ انت طول الفيلم عمال تحشيني معلومات وتحشيني علم وتعب. انا بقيت محمل بكميه معلومات مش طبيعيه. في الاخر تيجي تقول لي حب، يعني ايه حب بس؟ ما هو مش الدرجات دي بس. خلينا نتطرق للحته دي في الاخر مش منطقي عشان الحاجه اللي جت في دماغي دلوقتي مش هتعجبك اصل مش منطقي بجد. انا بحس بص قول اسمع بس. عارف الفيديو بتاع يوسف شاهين هو بيقول لك شيل دي وحط دي؟ ايوه كم واحد يشتغل وطلع دي انا شفت الحته دي فاللي هو فاهم. ايوه انا فاهم لذيذ وكم فاهم انا فاهم والله انا فاهم عايز تقول ايه، انا فاهم عايز تقول ايه. بس صدقني انت لما توصل معاه لمرحله ان انت بتقدم لي حل الفيلم مترخص فيه الحب والاحساس ده مش حلو. انا اسف يا اسطى بس انت طول الفيلم عمال تقول لي علم وكواكب وحياه تتنقل وحياه وحاجات مش فاهمها وتيجي تقول لي حب عشان حسيت. يعني ايه حسيت يا عم؟ مش اصل يعني ايه حسيت بجد؟ اصل انت دلوقتي انت كعالم حط نفسك مكان. انت واحد قاعد على سفينه قدامك كوكبين تنقذ بهم حياتك وحياه كوكب الارض او الناس عشان الناس تحبهم على كوكب الارض. تمام؟ انت في الوقت اللي هتختار ايه؟ هتختار الاختيار بناء على المنطق. حتى لو هتحاول تعافر يا سيدي عافر اختيار المنطق ده، عافر فكر شويه من اي حاجه. بس ما تجيش كل حواراتك او نقاشاتك او اغلب نقاشاتك يكون داير عن احساسك. انا اسف بس البشر معتمدين عليك وتيجي تقول لي احساس. انا لو في مكانه عامه هصلي ركعتين. ايوه ما دي منهجيه على فكره، دي منهجيه. بس انت في الفيلم ما اديتنيش منهجيه. انت انا اسف كنت عطست قول كده ده فضل يتكلم شويه معاها والاخر بتقول ان انت حاسس بايه. يعني ايه حاسس بايه؟
يعني ايه يا جدعان؟ انا اسف يا شباب بس مش منطقي يا شباب، يعني ده طرح غير مقبول اصلا. معلش انت يصير حتى بعيد عن كوكب الارض والناس اللي هتموت دي، انت كانسان انت مش عايز تموت، فانت اخترق الغرض ده كلفك حياتك، اخترت غلط هتموت، مثلا الفيول بتاعك هيخلص او هتعرف ترجع تاني فانت مت. فانت فاش كل اختيارك مبني على الاحساس. انت في المرحله دي لازم اختار بقى اختيار عقلي. انت طول الفيلم اصلا عمال تبني لي في عقليات. ماشي. يعني يعني ايه يتعامل مع السينما كانها مش ورقه بحثيه. اوكي. يتعامل على انها فن. فاهمني؟ لان انا ساعات بحس ان نولان بيوصل لدرجه من التعقيد في مرحله ان هو فاهم بيكتب ورقه بحثيه مش بيعمل فيلم. انت فاهمني؟ ايه؟ انا حبيت الفيلم بس انا مش فاهم حاجه. ده اللي البصمجه هيقوله لك. ودي اصلا نقطتي، ودي اصلا الاختلاف مع قسم نولان اصلا، وده نقطتي اللي انا بتكلم فيها من بدري. طيب انا بكلمك كافريج مشاهد. كافريج مشاهد مش هيفرق معاه خالص الحب. مش هيفرق معاه خالص موضوع الحب ده، ولا مش هيفرق معاه الاحساس موضوع الحب. بس انت مش فاهم حاجه. بس انت مش فاهم حاجه. يعني انا اقدر ان انا ابصم عليه بالعشره. مثلا فيلم اوبنهايمر ده شفت عليه كتير مثلا مش فاهم حاجه، او حاسس ان هو الاحداث بتجري منه وبتحط له كميه معلومات مش طبيعيه قدامه وهو مش فاهم منها اي حاجه. بس بالظبط. هنا يجي بقى ادوار الكونتنت كريتورز اللي زي حالاتنا عشان نشرح لهم الفيلم. احنا ما بنشرحش حاجه عامه يعني، بس بنتكلم يعني عامه. صح. انا يعني مش عالم فلك اشرح له ايه. انا اصلا مش فاهم. صباح الفل. في كونتنت كريتورز عامه. لا في شرح، انا فاهم في ناس بتشرح بيشرح الدنيا دي. بس انا مش دول ان اشرح، انا مش محلل، انا واحد بيحب السينما، احنا بنحب السينما. فاهمني؟ احنا بنتكلم بس يعني. فقشطه. تمام. السؤال اللي بعده يا ابويا. انا قلت ليه ان هو ده مش احسن فيلم؟ قول طيب. قلت ولا ما قلتش؟
فاهم قصدي؟ اللي هو ما خلاص بقى يعني ايه، هنصبر كتير. صح اللي هو لا 15 سنه ايه يا اسطى؟ صح. ايه العبط ده؟ هو عامة الرقم بيبقى اعتباطي. انت مثلا وانت بتكتب الفيلم، انا كل تكه بكذا وفاهم بص او انت مش فاكر ما تعتبرش يعني، لا صعب لا، انا او انت فاكر مش فاكر. فاكر كل حاجه، بس ما تعتبرش بلوت قوي قد ما هي تعتبر ايه، لحظه ما رجع مثلا وهم على على البدله بتاعت الفضاء دي، والضوء بيعدي والالوان بتتغير وفاهم. فاللي هو لا، انت وكان ممكن تدفع نص عمرك عشان تاخد فوتج زي دي. كان مشهد بصري اسطوري اصلا. انا فعلا انا حاسس باي حد مثلا يقول ان ده فيلم جبار او مشهد جبار عامه. يعني فاهم. انا كعمر انا بعشق الجوده العاليه، بعشق الكادرات ما هو ده اللي انا والسينما بقوله، ان نولان هو والاي ماكس. ماستر كلاس في الحته دي. هو بيهتم فشخ بالجوده الصوره اللي بتطلع لك. هو عنده هوس بالفوتج اللي بتطلع لك بتطلع للناس. فدي الصراحه دي كريدت اشهد له بيها يعني. بس انا بحب كريستوفر نولان، ابويا يا عم. ابويا يا عم. ابويا بجد يعني. ابويا بجد، والفيلم جبار. ف دي يا حقيقة. الله، انت رائع يعني. وده يرجع لحاجه تانية، يعني ان احنا مش ما عندناش، احنا عندنا سينما يا جدعان وحياة ربنا، والدنيا جميله. وبحب الشعب المصري، بحبكم كلكم كده بعضكم، عشان عشان الناس ما تكرهناش. احنا لسه في بداياتنا يعني، فاهم. اه. ف يعني ايش ف لان احنا برضه هنبقى جزء من الصناعه يعني، ان شاء باذن الله، الله يا ان زيزو. شاء الله يا باشا، ان شاء الله. بس يعني ف لاست شابتر، قول يا ابوي. ولا نقول حاجه تانية؟ لا، لا عايز تقول قول حاجه طب. تانية على الفيلم؟ لا لا لا، قول قول قول. اقول انا. مم. انا ماشي يعني. انا عايز احط اخر مثلا اخر سين. مم.
اللعب بالابعاد الزمنيه مهم. وازاي كريستوفر نولان مثلا من واحد شابتر 1 ل4 تمام، ومثلا من 8 يرجع ل2 مهم. ومن كده يروح فاهم. حط الجراف ده يا اسطى في قلب هو اللي انا هو بعته لك ده. هو ماستر في الحته دي عامه. اللي هو انت ازاي بتلعب على الخطوط الزمنيه دي كلها وظابط الدنيا. مم. لا انت مش طبيعي. مم. فاهمك عامه. انت حاجه فاهم. وده بالنسبه له عادي، ده بالنسبه له اللي هو ايه، ده لاعب، ده لاعب مم. عيال فاهم. بالظبط. فاللي هو انت من كتر ما بتعمل حاجه وانت جامد فيها فانت بتعملها كده، فده العادي بتاعك. مم. فاهم بالظبط. قصدي؟ بالظبط. بس ما اقدرش امط يعني مش حاسس ان انا هبقى بمط بقى فاهم السؤال ده كده تمام قوي. مم. فبرضه كنت حابب اضيف اخر حاجه صغططه كده قول يا باشا، قول براحتك يا باشا. انا بحب الافلام الطويله. وانا انا بعشق، انت عارف انت يا اسطى لو في فيلم 12 ساعه وربنا ما في فيلم 12 ساعه، في فيلم 7 ساعات عم فكرة. كان فيلم باكستاني عادي تقريبا. بس يبقى حلو فاهم، بس يبقى بنفس الكواليتي نفس الجوده انت فاهم. كل ما بتزود كل ما الدنيا بتروح معايا. بس انت مم. كون ان انت تقعد الساعات دي كلها انت اصلا انت انت معايا. انت انت سينما هارد كور فشخ يعني. انت هارد كور اه فان يعني. ف- فانا بحب الافلام الطويله. مش عارف مين اللي كان بيعملها في مصر يعني، ما كانش عاملها غير مروان حامد يعني او آه... كتير يعني. يوسف شاهين افلامه مش طويله قوي. يعني بس ماشي ما علينا. آه. بس فانا بحب الافلام الطويله، بتخليني انعزل عن العالم يعني. السينما دي من الحاجات الترفيهيه اللي بتخلينا فاهم نفصل عن العالم، نفصل عن الدنيا، نفصل عن انت كنت تروح تهرب تكون قاعد في قلب السينما. بالظبط. انت اول ما بلاش لايت فيلم اشتغل، انت دي الحاجه الوحيده الترفيهيه اللي، او مش دي الحاجه الوحيده يعني مثلا يعني حاجه من الحاجات اللي انت فاهم مم. انت منعزل عن العالم، بالظبط. انت في حته ثانيه خالص بالظبط. فاهم. خروجتي عامه سينما. ممكن السينما هي تكتب في الملاذ، سينما هي يعني قاعد الملاذ لوحدي. الآمن، الملاذ الآمن لكل الناس النردات. النردات. انا مش نيرد. وانا انا مش نرد عادي، انا معترف ان انا نرد. إيه المشكله؟ لا انا مش انا تمام والله. ماشي. بس عارفه كده اخش مع تشيكني مع السينما والاسعار. بعد عن الكلام ده خلينا نقفل الحلقه اصلا. ماشي. خلينا نقفل الحلقه. ماشي يا باشا دوس. بودكاست ذا لينس على جميع المنصات باذن الله. الله يا عم زيزو. باشا ان شاء الله. تمام. يا بودكاست باشا. ذا لينس على جميع المنصات. ايبسود 7 سيزون 1 ايبسود 7 انترستيلر كات اوت. جود باي. جود باي يا شباب. تصبحوا على الف 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 خير.